خلال السنة اللي فاتت من بعد الحفر كان حصل كلام كتير، وبعض الناس تصورت ان نتيجة انخفاض التجارة العالمية وركود الاقتصاد العالمي هيكون له تأثير سلبي على دخل قناة السويس. ولكن بمنتهى الشفافية السيد رئيس الهيئة بيقول لنا بالأرقام حجم الدولار اللي تم التحصل عليه من رسوم السفن، وده بيروح للبنك المركزي اللي بياخد هذه العملة الحرة وبيضخها أموال بالجنيه المصري لوزارة المالية للدولة يعني. فهو بيقول لنا ان احنا حصل نمو. انا بكرر الكلام، انا عارف ان احنا كلنا سمعنا الكلام وعارفينه يعني، لكن انا بقول ليه هو الفقرة دي خدت شرح كتير. الهدف منها ان احنا نأكد ان المشروع اللي اتعمل رغم ان احنا تقديرنا ان قمة النتائج هتاخد سنوات اكتر من كده بكتير. المشروع معمول كده، والدراسة بتاعته اللي اتقدمت دراسات معمولة ان احنا بنتكلم في 2020 و2021 2023 بالظبط يعني، عشان ناخد الرقم اللي هو الحد الاقصى من الرسوم اللي احنا اتخطط واتاخد على مقتضاها القرار بتاع اللي هو خاص بشق القناة الجديدة. لكن بالرغم من كده وبالرغم من الركود اللي احنا قلنا عليه ده، حققت القناة 4% اللي هو تقريبا الرقم اللي اتقال حوالي 2 مليار جنيه وشوية او 2 مليار خلال السنة اللي فاتت الأخيرة دي. هو بصراحة أنا يمكن كنت هقول الكلام ده وأنا موجود، لو سمحتوا لي إن أقول كلمة للمصريين في اليوم ده. خلي بالكم كل إنجاز بيتحط جنب منه محاولة للتشكيك في نجاح هذا الإنجاز، عشان يعني ما يبقاش فيه أمل ويبقى فيه إحباط دايما. لكن لا، احنا بنقول الكلام ده لكل المصريين.